الامس يا كابتن. الحمد لله يا كابتن، الله يبارك فيك يا كابتن. الحقيقه بالليل امبارح تشرفنا بمكالمه مع المهندس محمود طاهر، وكان رأي الدنيا كلها على النت وهنا 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 وهنا. كان الموضوع طبعا حضرتك، هو قال لي على الهوا امبارح انه هيقعد مع حضرتك النهارده وهناك حوار لا والله وحديث. اتأجلت لبكره والله يا كابتن مدحت. اتأجلت لبكره؟ والله بكره ان شاء الله معاه باذن الله ان شاء الله. طيب انا يعني طبعا انت حضرتك عارف انا عايز اقول ايه، لكن انت جواك ايه يا كابتن زيزو؟ والله انا جوايا 50-50 50-50 عين في الجنه. لسه بس من خلال القعده بقى كده ان شاء الله ربنا يعني يوصلنا ان شاء الله للخير باذن الله تعالى. طيب اذا عرض عليك بوضوح يا كابتن زيزو، انت بتخاطب الملايين دلوقتي اللي مستنيين. يا كابتن هو الموضوع اوريدي معروض، بس هي يعني انا التصور بتاعي يعني يمكن بدأ يتغير شويه بعد النتائج بتاعت الاربع ماتشات اللي فاتوا والشكل اللي تم الحمد لله بيه. ايوه. ووجهه النظر اللي اتقالت في البرنامج بتاع حضرتك التحليلي. ايوه. اللي قالها كابتن طه اسماعيل. نعم. فدي انا بفكر فيها، بس يعني مش هقدر اقول لك رايي دلوقتي لان هيتم مناقشه المعنى دوت من خلال الاجتماع. واللي هنوصل له ان شاء الله هو اللي هيكون يعني حسب ما ربنا يريد. وان شاء الله ربنا يعني يوفق الخير باذن الله تعالى. طيب حضرتك قلت لي دلوقتي جمله انا مش هقدر يعني افوتها. حضرتك قلت هو اوريدي معروض، يعني هل معروض حضرتك اوريدي؟ لا يا كابتن، انا اقصد ان انا اوريدي موجود في الموضوع يعني. انت موجود في الموضوع. اوكي. ده اللي انا اقصده يا حبيبي. اوكي. طيب انت ربنا كريم. حضرتك عندك ان شاء الله يوم السبت الطلاية، هل عندك اي لعيبه يعني مش هتبقى موجوده في هذا اللقاء لاي سبب يا كابتن؟ لا ان شاء الله كله يبقى موجود باستثناء يمكن مش اكيد يعني. احمد فتحي لانه كان عنده كده زي يعني خشونه في ركبته، ويعني لسه الدكتور ما حددش بالظبط وهتبان بكره يعني. هو جه النهارده كان في استشفاء بس بالنسبه له هو ومجموعه من اللعيبه اللي لعبت، وهتتحدد بكره ان شاء الله. وانا دايما حريص على سلامه اللعيب اهم من اي حاجه ثانيه. بالظبط، خصوصا ان عندك بدائل يا كابتن. بالظبط كده الحمد لله. الكل لما اعلن مشاركه ايفونا ازاي كابتن زيزو يشركه وكذا وكذا، ثم تألق وجاب هدف الحقيقه تاريخي. اولا هل كلمته في الهدف ده يا كابتن بعد الماتش او قلت له حاجه؟ لا طبعا هنيناه كلنا وكنا فرحانين بيه بصراحه. لان حضرتك عارف كويس قوي ان الهدف بالنسبه للمهاجم بالذات بيعني الكثير يعني. نعم. واخد بال حضرتك؟ بس فدي نقطه. النقطه الثانيه ان هو الهدف ده على فكره مع الاختلاف طبعا في المسافه يعني. انما الطريقه اللي احرز بيها الهدف طريقه ثانيه. مالها يا كابتن؟ هو دي الطريقه بتاعته هو. من فضلك يا كابتن زيزو اتحرك سنه. 3-4 اهداف. ايوه. يعني هو مع الوداد المغربي بطريقته دي بيحرز بيها اهداف. اطلبوا تاني يا جماعه عشان الخط يعني احنا فهمنا من الكابتن زيزو. يعني طبعا هو اكيد مراجع شرايط ايفونا، فهو واضح انه ايفونا عنده الطريقه دي، يعني هو عنده